تعالى كده نجرب السنه دي ان احنا بدل ما نحط اهداف اللي بنحطها دايما كل اول سنه كده وغالبا ما بنعملهاش، ان احنا نحط سيستم ونظام نمشي عليه السنه كلها. يعني مش مهم هنوصل فين، المهم ان احنا نفضل ماشيين على الطريق الصح لاطول فتره ممكنه في السنه. في الفيديو ده هنتكلم عن اهم 5 عادات من وجهه نظري لازم لو انت ما بتعملهمش تحاول على قد ما تقدر كده تزنقهم في يوم. انا احمد البوكل، ولو انت اول مره تشوفني فاحب اقول لك ان انت هتلاقي هنا كل حاجه محتاجها علشان تكون احسن. طيب اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن قد ايه مهم ان احنا الهدف اللي احنا بنحطه لنفسنا ده يكون بوصله اكتر منه حاجه عايزين نوصل لها، وقلنا قد ايه ان الموضوع ليه اكتر من فايده. اول فايده فيهم ان احنا لما نحط الهدف ده ان هو حاجه عايزين نوصل لها غالبا مش هنكون مبسوطين غير لما نحقق الهدف ده. لكن لو عملنا سيستم وبدلنا الهدف ده بسيستم معين نمشي عليه طول حياتنا، انت كل يوم مع كل نجاح صغير في يومك هتحس ان انت مبسوط اكتر. وحاجه كمان فكره ان احنا الهدف ده اول ما نوصل له هنحس ان احنا خلاص وصلنا، فنقدر بسهوله بعد كده لو احنا مش مقتنعين قوي باللي احنا بنعمله ده ان احنا نرجع فيه تاني ونرجع العادات القديمه اللي كنا بنعملها اللي خلتنا اصلا بنحط الهدف ده من الاول. لكن لما نحط سيستم لحياتنا ونظام معين ماشيين عليه، ايا كان بقى هتوصل امتى ولا هتوصل فين، ففي الاخر انت هتفضل ماشي على النظام ده لاطول فتره ممكنه، ومش هيبقى فيه قدامك هدف معين كرقم مثلا او حاجه ان انت عايز توصل له، لا ده انت عايز تغير اللايف ستايل بتاعك او طريقه عيشتك عامه علشان تحقق اللي انت عايز تعمله ده. طيب بما اننا في الفيديو ده بنتكلم عن فكره العادات وايه العادات اللي احنا المفروض نكتسبها في 2024، تعالى كده نرجع خطوه لورا ونشوف هي ايه العادات دي اصلا. على حسب كلام جيمس كلير اللي مؤلف كتاب اتوميك هابتس، بيقول ان العادات هي قرارات صغيره بناخدها كل يوم، وان العادات دي على حسب الدراسات هي بتمثل تقريبا حوالي 40% من اليوم بتاعنا. فمن الاخر يعني العادات هي اللي بتخلينا نوصل للحاجات اللي احنا عايزين نوصل لها. طب ايه بقى اهم 5 عادات من وجهة نظري لازم يكونوا عندك في 2024؟ اول حاجة محتاجين نركز عليها في السنة اللي احنا داخلين عليها هي العادات الدينية، او العادات اللي بتقربنا اكتر لربنا زي الصلاة والصوم. والحاجات دي بصراحة مش محتاجة مننا كلام كتير، فانت اصلا لو مش منتظم في الصلاة او مش بتصوم مثلا فدي اول حاجة انت محتاج تركز عليها في 2024. لكن خلينا نتكلم في الفيديو ده عن حاجة مش كلنا مركزين فيها، او على الاقل مش بنعملها بانتظام، ولو عملناها بانتظام هتأثر جدا في حياتنا، وهي الصدقة. بص سبحان الله، الصدقة دي من اكتر الحاجات اللي بتشوف فيها تأثيرها بشكل سريع جدا. يعني في اي وقت بتكون محتار فيه ومش عارف تختار حاجة معينة، او بتكون مزنوق مثلا في الفلوس او مزنوق في الوقت او مزنوق في اي حاجة عامة، حاول على قد ما تقدر تطلع صدقة. لان انت مهما خططت ومهما حاولت ومهما فكرت ومشيت على الخطط اللي انت حاططها دي كلها هيكون ولا حاجه جنب بس ان انت تبقى ماشي مطمن. تاني عاده لازم تعملها، ولو انت ما بتعملهاش لغايه دلوقتي فانت لازم تبدا فيها، وهي القرايه. بص انا مش هقول لك بقى تقرا 30 40 صفحه في اليوم وتعالى نعمل هدف ونعمل خطه ان احنا نقرا 12 ولا 15 كتاب في السنه. انا بس كل اللي عايز اقوله لك ان انت تقرا صفحه واحده بس من اي كتاب انت عايزه في اليوم. تيجي تقول لي طب هو الصفحه واحده دي هتعمل ايه؟ الكتاب بيعمل له بتاع 300 400 صفحه، يعني معنى كده ان انا هقرا كتاب واحد في السنه؟ زي ما اتفقنا احنا مش عايزين نحط هدف لنفسنا، احنا عايزين نبدا بصوره صغيره علشان نكون العادات دي جوه دماغنا، علشان تبقى العاده دي نفسها هي الحاجه اللي احنا بنعملها. على الاقل تقرا الصفحه في اليوم. لقيت الموضوع عجبك وشدك وانت واقف في حته كويسه ومحتاج تكمل فيها شويه، كمل، محدش هيقول لك لا. طب لو انت بقى القرايه دي انت اصلا مش حاببها وكده كده مش هتبدا فيها ومش جايه معاك سكه خالص، او حتى لو كنت بتحب القرايه، فانا هقول لك على عاده اثرت فيا بشكل كبير جدا السنه اللي فاتت، وهي ان انت تسمع بودكاست. وبصراحه انا اول مره اسمع بودكاست كانت السنه دي في 2023. يمكن الموضوع بدا معايا قبلها ب5 أو 6 سنين لما كنت بحاول في الوقت الفاضي ان انا اسمع كتب صوتيه او اللي هي الاوديو بوكس. بس بصراحه الموضوع حسيته ساعتها ان هو بيحتاج مجهود كبير جدا ان انت تفضل مركز لاطول فتره ممكنه علشان مفيش حاجه من الكتاب تقع منك. فصرفت النظر عنها وبدات اشوف ايه الحاجات اللي ممكن تتعمل في الوقت اللي هو بيضيع من غير هدف ده، زي مثلا انت سايق عربيتك في المواصلات، قاعد بتعمل حاجه عامه مش محتاجه منك مجهود ذهني. فبدات فعلا اول السنه دي ان انا اسمع بودكاست، وكنت دايما بسمعها في المشاوير الطويله وانا سايق العربيه لمده نص ساعه ساعه. المهم ان انا كنت بسمعها دايما لما يكون عندي وقت طويل مش عارف اضيعه في ايه. بس في نفس الوقت انا بيبقى في اليوم بتاعي في مشاوير تانية صغيره، 10 دقايق ربع ساعه، بوصل ولادي المدرسه، بعمل حاجات زي كده اللي هي مش محتاجه وقت طويل. فكنت دايما بقول لنفسي طب ما هي مش مستاهله، هي ال10 دقايق دي هتعمل ايه يعني لما افتح البودكاست اللي اصلا مدته ساعتين واسمع منه 10 دقايق بس غالبا ملهاش لازمه. بس مره مع التانيه بدات ان انا اسمع 10 دقايق في 10 دقايق لغايه ما لقيت ان انا الحلقه الساعتين والثلاثه يخلصوا معايا في 3 4 ايام بس. واكتشفت هنا قوه ال10 دقايق اللي هي بتضيع في الهواء.
كلنا دايما بيبقى عندنا مشكله مع الوقت، وان وقتنا بيضيع ومش عارفين نعمل بيه ايه، مع ان احنا لو استغلينا الوقت الصغير اللي بين الحاجات الكبيره اللي بنعملها 10 دقايق او ربع ساعه او حتى نص ساعه، صدقني هتلاقي ان الفرق ده مع مرور الوقت بقى وقت كبير جدا، وان انت انجزت فيه حاجات اكتر بكتير من اللي انت كنت متوقعه. وده فعلا اللي حصل معايا. اكتشفت ان فعلا ال10 دقايق دي اللي انا بس بوصل فيها عيالي وارجع للبيت او اروح على الشغل بتفرق جدا. ان انا بعد فتره معينه، بعد شهر او شهرين، بلاقي ان انا سمعت كميه بودكاست كتيره جدا. وعالم البودكاست ده عموما عالم كبير جدا، ممكن تسمع فيه اي حاجه انت مهتم بيها، ايا كان المجال اللي انت مهتم بيه، فهتلاقي ناس بيتكلموا عن الموضوع ده، وناس بيتكلموا بشغف وعن درايه وعن علم. ولو عايزين ممكن نتكلم على اكتر 5 أو 10 بودكاست عامه انا سمعتهم وكانوا كويسين جدا، نبقى نعمل عنهم حلقه لوحده. وبرضه بالمناسبه دي احب اقول لكم ان انا اصلا بعمل بودكاست مع صاحبي احمد حسام، هسيب لكم برضه اللينك بتاع الشانل تحت، تقدروا تشوفوا الفيديوهات بتاعته او تسمعوا البودكاست على اي منصه من منصات البودكاست. طيب نيجي بقى لاخر عادتين لو مش عندك لازم تكتسبهم في 2024. اول واحده فيهم او رابع عاده عامه في الفيديو ده هي فكره ان انت تشرب ميه كتير. انت مش متخيل الميه ليها سحر قد ايه على اجسامنا وعلى حياتنا عموما. مشاكل كتيره جدا ممكن تتحل بس لان انت بتشرب ميه، فلازم على الاقل تحاول تشرب كل يوم من 3 ل 4 لتر ميه، وهيفرقوا معاك جدا في مزاجك وفي مودك. ولو انت بتصدع زي حالاتي هتلاقي ان الموضوع قل بصوره غير طبيعيه. اخر عاده هقولها لك هي عاده انا نفسي بحاول لغايه دلوقتي اواظب عليها، بس بسمع عنها كلام جبار، وهي عاده التدوين او الجورنالينج زي ما بيقول. بعد ما دورت كتير جدا في الموضوع ده اكتشفت كده طريقه سحريه بحاول على قد ما اقدر امشي عليها يوم بعد يوم، وهحاول معاكم في 2024 ان دي تبقى عاده اواظب عليها في السنه كلها. ببساطه الطريقه السحريه دي هي فكرتها ان انت بتكتب او بتعمل جورنالينج او بتدون عموما اول ما بتصحى وقبل ما بتنام. اول ما بتصحى بيبقى عندك كده كام سؤال محفوظين بتجاوب عليهم. اول سؤال هي فكره ايه اكتر 3 حاجات انت ممتن لوجودهم في حياتك. كل يوم بنصحى بيبقى عندنا حاجات كتيره جدا احنا مش واخدين بالنا منها موجوده في حياتنا، ولو مش موجوده النهارده هنتضايق. فمهم قوي تكتب ايه اكتر 3 حاجات في اليوم او اللي انت حاسس ان انت محتاج تحمد ربنا عليهم، وتكتب ال3 حاجات دول. وتاني سؤال هي ايه الحاجه اللي انا اقدر اعملها النهارده وتخليني مبسوط. مهم قوي تبقى عارف ايه الحاجات اللي في قدرتك اللي ممكن تعملها وتخليك مبسوط، وايه العوامل الخارجيه اللي ممكن تاثر عليك وتخليك مبسوط او مش مبسوط. فكره ان انت بتوضح لنفسك كده اول ما بتصحى ايه الحاجات اللي في ايدي او ايه الحاجات اللي هي انا اقدر اتحكم فيها وبتخليني مبسوط، فتبقى مركز فيها طول اليوم وتحاول تعملها على قد ما تقدر، علشان في الاخر هدفنا كلنا ان احنا نكون مبسوطين في اليوم. واخر سؤال هي ايه الحاجه الوحيده اللي انا لو عملتها النهارده ابقى راضي جدا عن يوم. ساعات كتيره بيبقى عندنا حاجات كتيره جدا محتاجين نعملها في اليوم، وبدأنا نفسنا مشتتين جدا بين الحاجات دي كلها ومحتاجين نخلصها، وبنضغط على نفسنا جدا علشان نخلص كل الحاجات دي. بس فكره ان انت تختار حاجه واحده بس تعملها علشان ترضى عن يومك، فده بيخلي لك اولويه معينه تركز عليها في يومك، ولما تخلصها تبدا تشوف في الحاجات التانيه. في نفس الوقت لو ما عملتش الحاجات التانيه وكان الوقت ما سمحش لايا كانت الاسباب ايه، فانت هتخلص يومك وانت راضي عن اليوم اللي انت قضيته ومبسوط عامه. بس وقبل ما انام باجي اكتب برضو ايه ال3 حاجات اللي انا طلعت بيهم من اليوم، او ايه ال3 مكاسب بتوع اليوم النهارده عامه، وايه الحاجات اللي حصلت وما كنتش مبسوط فيها قوي وازاي اقدر بكره احسنها. ده كده اقل حاجه بحاول اكتبها كل يوم، فكره اول ما بصحى وقبل ما انام. ولو لقيت وقت فاضي وحابب الموضوع اكتر وحابب ان انا اتكلم اكتر، ببدا اكتب اكتر في ايه الحاجات اللي حصلت في اليوم ده. انا زي ما قلت لكم مش مواظب عليها قوي لغايه دلوقتي، وبحاول على قد ما اقدر احطها كده او ابني العاده دي عامه عندي. بس صدقوني وقت ما بكتب الحاجات دي بحس قد ايه ان في حاجات كتيره جدا في حياتنا مهمه، وحاجات كتيره جدا صغيره ما بنبقاش واخدين بالنا منها، بس انت لو ركزت في الحاجات دي كلها هتحس قد ايه ان هو الحمد لله على العيشه اللي الواحد عايشها. بس كده دي كانت ال5 عادات من وجهه نظري اللي انا شايفها ان هي لازم تكون عند كل حد فينا. اكتبوا لي كده تحت في الكومنتس ايه العادات اللي انتوا شايفينها لازم تكون موجوده وانا ما قلتهاش في الفيديو، وايه برضو العادات اللي عملتوها مؤخرا واثرت في حياتكم بشكل كبير جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم الفيديوهات اول ما تنزل. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.